كنا نباهي وما زلنا نفتخر بمشروع بناء السد العالي اللي حمى مصر من الفيضانات، من أخطار الفيضانات ومن أخطار الجفاف. وهذا المشروع القومي ساهم فيه الآلاف من الفنيين والخبراء والمهندسين. بعد إتمام هذا المشروع العظيم والفوائد الكبيرة التي ما زلنا نحصدها حتى اليوم، قدم لنا ما هو أهم إنجاز وأخطر إنجاز، وهو تقديم جيل كبير، جيل جديد من الخبراء والمهنيين والمهندسين والتنفيذيين في كل قطاعات الدولة. هؤلاء الخبراء والمهندسين كان لهم دور كبير جدا جدا في عملية التقدم في مجالات الصناعة والزراعة والعمران والبناء والتشييد. أيضا كان منهم خبراء على درجة عالية جدا، وأيضا قدم لنا تنفيذيين وسياسيين على أعلى مستوى، منهم من تقلد مناصب الوزراء ورؤساء الحكومات، وكان لهم دور كبير جدا في العمل الوطني. نتذكر البطل اللواء زكي باقي صاحب الفكرة الأسطورة لهدم وتحطيم الساتر الترابي لخط بارليف المنيع. هذا البطل كان أحد خريجي مدرسة السد العالي، كان أحد العاملين في السد العالي، واكتسب خبرات عالية جدا جدا كان نتيجتها هذه الفكرة الأسطورة التي استطاعت أن تحطم تساهم وتشارك في تحطيم خط بارليف بالكامل وسقوطه. وكانت كل التوقعات والدراسات الاستراتيجية تؤكد أن هذا الخط يحتاج إلى قنابل ذرية قد لا تتحقق فيه عملية الهدم أو الانهيار، لكن خبرات التي اكتسبها اللواء باقي زكي كانت نتيجتها هذا العمل البطولي التاريخي العظيم. أيضا ونحن نقيم هذه المشروعات القومية في كل مجالات العمل الوطني في مصر، في مجالات الأنفاق وشق القناة وإقامة الجسور وإقامة الكباري العملاقة وإقامة شبكة الطرق ومجمعات الصناعية العملاقة في كل مجالات الحياة، في البتروكيماويات وفي صناعات الأساس وفي صناعات الجلود وفي معظم الصناعات المتقدمة التي تستخدم أحدث أنواع التكنولوجيا. لدينا فريق عمل من الشباب يقدر بآلاف العاملين من المهندسين والفنيين والتنفيذيين في كل هذه المجالات. هؤلاء العاملين يكتسبوا صفات غاية في الأهمية وغاية في الخطورة، لأن هؤلاء بهذه المشروعات بتقدم لنا المهندس المثالي والعامل المثالي والقائد المثالي الذي يتمتع بكل الصفات التي تؤهله أن يقود عملا ناجحا بامتياز. أيضا الالتزام الأخلاقي والمهني في هذه المشروعات، التوقيتات الزمنية، دقة التنفيذ، التكنولوجيا العالية اللي شبابنا العظيم تجد المشروعات التي تقام سواء كان في الأنفاق أو أي مشروعات أخرى، شباب في العشرينات من العمر هو الذي يقوم بتنفيذ هذه المشروعات العملاقة. فالمشروعات العملاقة مع أنها تقدم لنا مشروعات تهم ملايين من البشر من المصريين ولسنوات عديدة، إلا أنها تقدم لنا الإنجاز الأهم، وهو إعداد المواطن المصري وإعداد الكفاءات والكوادر المصرية المتخصصة في كل المجالات. هذه الكوادر المتخصصة هي التي سوف تقود عملية التنمية المستدامة في السنوات المقبلة لسنوات وعقود طويلة بإذن الله، وتنقل هذا الوطن العظيم من مستوى إلى مستوى أعلى، وترفع مستوى المعيشة وتقدم لنا حضارة جديدة تضيفها إلى حضارة الأجداد والآباء. كل هذه المشروعات أعتقد يحق عليها تماما أنها تقدم التنمية المستدامة، سواء كان في المشروعات أو من يتخرجون من العمل في هذه المشروعات العملاقة اللي بيقدموا خبراتهم العلمية والعملية والتكنولوجية في كل مجالات العمل، وتستخدم أحدث أنواع التكنولوجيا سواء في الصناعة والزراعة والطب والصحة والتعليم العالي. كل هذه الأمور
تقدمها المشروعات القومية العملاقة التي قد يتعلل البعض أن ليست لها نتيجة مباشرة، على العكس تماما. هذه النتيجة تظهر في التو واللحظة. السيولة المرورية التي تمت في بين المدن وبعضها البعض، وفي داخل المدن أيضا، وفي القاهرة الكبرى أيضا حركة النقل السريع والكباري العملاقة. لدينا أعظم كباري العالم بأيادي مصرية سجلتها موسوعات العالمية. كل هذه المشروعات إن دلت على شيء تدل على أن المواطن المصري عندما تتوفر له الظروف المناسبة والمواتية لكي يتقدم وينطلق ويحقق المعجزات، كل ذلك يظهر تماما نتائجه الحالية والمستقبلية في المشروعات القومية التي ستحقق طفرة هائلة للمجتمع المصري في كل المجالات، وترفع من مستوى معيشة المواطن المصري.